الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في أواخر سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إيه؟ والذين كفروا يدخل فيها الكافر، سواء بقى الكافر بكل أشكاله وأطيافه وأنواعه، بكل الديانات والملل، ومنهم المنافقون أيضا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، على النظير العكس، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ذكر بعدهم من؟ الذين كفروا. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي يوالي بعضهم بعضا. فلا ينبغي للمؤمنين الموحدين المحبين لله ولرسول الله ولدين الله أن يوالوهم على حساب المؤمنين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إن فعلتم عكس ذلك، بأن ناصرتم الكافر على المؤمن، بأن أيدتم الكافر على المؤمن، ستكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حصلت ولا ما حصلتش؟ مش عايزين بقى نوضح أكتر من كده عشان إيه؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن في الأرض وفساد كبير. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن لأخيه المؤمن يشد بعضه بعضا. نعم، سند. انصر أخاك، حد يقدر يقول الحديث؟ انصر أخاك إيه؟ ظالما أو مظلوما. طب مظلوم ماشي وعرفناه، طب ظالم اللي أنا أنصحه ألا يعود إلى إيه؟ هذا الظلم مرة ثانية. إنما الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما شرقنا ومهما غربنا إحنا إخوة. ومن العلماء من فسر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى أن الكافر يورث من على شاكلته في الكفر، سواء بقى نفس الملة في الديانة، زي مثلا النصرانية، يهودية، بوذية، كلهم محصلين بعضهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يورث بعضهم بعض في القرابة. أما عندنا مفيش الكلام ده. ينفع المؤمن يورث كافر؟ تمام. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الفتنة اختلاط الحابل بالنابل والنور بالظلام، وتلاقي الدنيا كلها كحل وسودة ومش باينة. مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ينورها له؟ الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى، والذي يرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نور واضح وساطع أمام أعيننا، بس إحنا اللي مغمضين ومش شايفين. عايز تفتح عينيك؟ افتح وفتش ونقب في الكتاب وفي سنة رسول الله. لذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها، خطبة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. لن التي تفيد التأبيد، لن تضلوا بعدي أبدا. إيه هما؟ كتاب الله وسنتي، اللهم أحينا عليهما إلى أن نلقاك. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإحنا قدام عينينا دلوقتي كل الأحداث تتعاقب وتتوالى بسبب موالاة المؤمن للكافر على حساب المؤمن. المفروض ان احنا الموالاة والولاء والبراء ده حاجة في صميم العقيدة، أننا لا نوالي إلا المؤمن ولا نعادي إلا الكافر.
بس في نقطة هنا فقهية. يعني إيه اللي أنا لا أوالي الكافر؟ وهل معنى عدم موالاة الكافر اللي أنا لا أنصفه؟ لا. ارجع كده في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هنروح بعيد ليه؟ الناس اللي هي عايشة معانا في غير دين الإسلام كيف نعاملهم؟ نعاملهم كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم النصارى واليهود في بين عشيرته وقومه. كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالإنصاف والحق، حتى وإن كان الحق معه ضد المسلم كان ينصفه. اللي أنا أقسط إليه، أعدل، لو مرض أروح أزوره، لو مات له حد أعزيه، لو في أي مناسبة فرح أواسيه بالأفراح، تمام. لكن في قلبي بغض لما يحمله من إيه؟ من كفر بالله عز وجل. الموالاة بقى اللي أنا آدي المؤمنين هم، تمام، هنا منافقين وهنا الكفار بجميع الملل، خلاص. يوم يوالي الكافر، يوالي هذا المنافق أو كافر مثله على المؤمن، دي معروفة وخلاص، عارفين ان هم بيكرهونا وبيعادونا. لكن الأدهى والأمر ان تلاقي واحد من المؤمنين خلاص يوم يتسلل في بلاد الكفر أو يتسلل إلى أهل النفاق والكفر ويتخلل بينهم ليعادي المؤمنين، ليعادي المؤمنين. ده إيه بقى؟ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه: إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اللي يتتبع التاريخ والسير وأهل السير وتاريخ الإسلام منذ البداية، ما سقطت الخلافة وما سقطت الولاية إلا بسبب هؤلاء الذين تسللوا من المؤمنين في أحضان الكافرين. بسبب إيه؟ عدم السماع لنصيحة المولى سبحانه وتعالى والحذار والنهي من موالاة الكافرين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا دائما على محبة المؤمنين، وأن يحشرنا مع المؤمنين، وأن يجمعنا بهم في دار النعيم. اللهم في هذه اللحظات المباركات نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. لا تنسوهم، مرة ندعي ومرة ما ندعيش، فأنت ما تنساش تدعيهم في الصلاة في سجودك. دي أول حاجة، يعني أبسط حاجة نعملها لهم، اللي احنا بنوليهم ونشاركهم ونؤازرهم. احنا ما نقدرش على حاجة غير الدعاء، غير الدعاء. فأنت لا تبخل على إخوانك بدعوة صادقة. ممكن واحد عيل صغير دعوته تستجاب، فلا تبخل عليهم بدعوة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا وصدوركم من هؤلاء الأعداء الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرنا فيهم سبحانه وتعالى عجائب قدرته. لا إله إلا هو سبحانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.